عن تحتمس الثالث اللي كان واحد من أهم فراعنة مصر. مسلة سنوسرت الأول في المطرية دي من أقدم المسلات اللي لسه موجودة من عصر الأسرة الثانية عشر. كانت بتقف في هليوبوليس، مكان مقدس للعبادة في العصور القديمة. مسلة رمسيس الثاني في القاهرة موجودة قدام المتحف المصري الكبير. المسلة دي كانت جزء من مجموعة كبيرة بناها رمسيس الثاني. الشيء الغريب في مسلة رمسيس الثاني إن هي مسلة معلقة في تصميمها الحالي لأسباب هندسية وجمالية، وأيضا لتسهيل عرض الآثار بطريقة تبرز تفاصيلها وتاريخها الفريد. أسباب تعليق المسلة: ليه هم علقوا المسلة دي بالذات؟ للحفاظ عليها من التآكل. المسلة بتكون بعيدة عن عوامل التعرية المباشرة زي الرطوبة والمياه الجوفية اللي ممكن تأثر على سلامتها. المنظور البصري: تعليق المسلة بيدي للزوار فرصة انهم يشوفوا المسلة من زوايا مختلفة، وده بيساعد على استعراض النقوش الهيروغليفية اللي عليها بشكل اوضح واكثر جاذبية. الحفاظ على التصميم الاصلي: التعليق بيمنع اي ضغوط اضافية على القاعدة او الهيكل، وده بيساهم في الحفاظ على